هم صاير بيكم هذا الموقف؟ قاعد بالبيت وتحس اكو حركة موجودة يمك وتخليك بشك انه مو وحدك بالبيت، وتبدي تتطور الحالة وتظل تسمع اصوات خطوات داخل منزلك، ولما تريد تتأكد من الوضع وتطلع راح تشوف اغراضك كلها متحركة، بس بنفس الوقت ماكو اي شخص. الصدمة انه من تطلع تتأكد راح تلقى اثار اقدام داخل بيتك، بس بنفس الوقت ماكو اثار اقدام للرجعة. يعني شنو؟ اكو شخص داخل بيتك ومختفي وسط الظلام وانت ما تدري بيه يا عزيزي المشاهد. بالضبط هذا السيناريو اللي سمعتوه هو قصة حقيقية صارت على ارض الواقع بالسنوات الماضية، واللي معروف بمذبحة هينتركايفك، ابشع لغز جريمة بتاريخ المانيا يا شباب. وبهاي الجريمة القاتل مو فقط قتل العائلة، لا قتلهم وبقى عايش ويا الجثث لمدة 4 أيام، يطبخ وياكل ويشعل نار وكأنما ما صار أي شيء. القصة صارت بشمال مدينة ميونخ بريف بافاريا. كانت اكو مزرعة صغيرة معزولة عن العالم معروفة باسم مزرعة هينتركايفك، مزرعة حالها حال أي بقية المزارع، بيت خشبي وبصفة حظيرة، وداير ما داير المزرعة غابات كثيفة يا شباب. من نسولف لكم على العزلة التامة هناك، يعني لو تصارخ بقوة صوتك ما حد راح يسمعك. بهاي المزرعة كانت تعيش عائلة اسمها عائلة جروبر، متكونة من رب الأسرة أندرياس وزوجته زازيليا وبنتهم الأرملة اللي اسمها فيكتوريا، وهاي البنت الأرملة عندها جهال 2. حتى نكون واضحين ونعرف عدد العائلة. بنهاية شهر آذار لسنة 1922، نعم القصة جدا قديمة، لكن الأحداث اللي صارت بيها عجز كل المحققين عن حلها، وإن شاء الله أنا راح أحلها لكم بنهاية الفيديو. بنهاية شهر آذار اجت خدامة للمنزل اسمها ماريا، وصلت لهذا المكان حتى تباشر بعملها، لكن الشيء اللي ما كانت تعرفه ما تدري إنه هذا المكان راح يصير قبرها. اوكي يا شباب، خلونا نرجع لقبل الجريمة بأسبوع تقريبا. صارت أحداث غريبة لهذا المنزل، واللي هي كان بوقتها الجو يمطر ثلج. طلع أندرياس اللي هو رب الأسرة طلع يتفقد الحظيرة بنص الليل والجو كان ينزل ثلج. لاحظ اكو خطوات جاية من الغابة وداخل بيتهم، بس المشكلة وين؟ المشكلة انه هاي الخطوات ما بيها اثر للرجعة، اذا اكو ضيف داخل المنزل. أندرياس الصبح قعد طق له استكان شاي وبقى يسولف، قال لهم البارحة شفت آثار رجلين جاية من الغابة وداخلة لبيتنا، اكو واحد منكم طالع متأخر؟ قالوا له لا والله. المهم سولف الموقف للجيران، لكن ما بلغ الشرطة بهذا الشيء. هل كان كبرياء من عنده أو همل الموضوع؟ الله أعلم، ممكن تكون أمنيته، الله أعلم. وراها بأيام مفاتيح البيت تبخرن. يابا المفاتيح وين؟ والله ما أدري. من يسألونه ما يدري المفاتيح وين راحن. وبعدها من يجي الليل العائلة تسمع خطوات مشي بالمنزل. لا هنا السالفة صارت تخوف، هل البيت مسكون؟ راح نكتشف هذا الشيء سوا. اثناء هاي الأحداث اللي جاي تصير عثروا على شيء بيتهم ما المفروض يلقونه. لقوا جريدة من مدينة ميونخ. ايش جاب الجريدة بالبيت؟ مثل جايبها الهوا؟ لا، المسافة جدا بعيدة وما حد منهم رايح لمدينة ميونخ. الجريدة شنو جابها بالبيت؟ اعتقد بدأت تتضح لك الاحداث يا عزيزي المشاهد. بوسط هاي الاحداث اللي صارت عندهم خدامة كانت تشتغل قبل ما تجي الخدامة اللي ذكرتها لكم بمقدمة الفيديو. هاي شنو سوت؟ ما عجبتها الاجواء اللي جاي تصير. ما انا انام بالليل واسمع اصوات وحركة، انا شله بهاي السالفة. عافت الشغل وطفرت. والله هو البيت باقي مكابر على الوضعية، ترحين يجون 10 بمكانك، وصدق راحت وجت خدامة بمكانها، استقبلوها وشافت البيت وانطوها غرفة تنام بيها. وبهاي الليلة كانت ليلة جدا مختلفة، تختلف عن بقية الليالي اللي راح تمر على العائلة. ما حد عرف شنو صار لهم لأن ما حد نجي من هاي الحادثة. أما هسه يجيك سؤال وتقول لي زين أنت شلون عرفت؟ كل هاي الأقوال اتجمعت من أهل المدينة وبناء على تحليلات المنطقة والشرطة. زين هسه شنو المفروض ننهي الفيديو لو تقول لنا شنو صار لهم؟ انا اسولف لكم يا شباب ليش ننهي الفيديو. اعتقدوا اهل المنطقة والشرطة ان القاتل استدرج العائلة
واحد ورا الثاني، ومنطقيا هذا الشيء صحيح. هو ما يدخل على العائلة ويقتلهم بنفس اللحظة، استدرج العائلة للحظيرة وقتلهم واحد ورا الثاني. القاتل استخدم أداة حادة للقتل. ما طول عليكم الموضوع، العائلة كلها طفت، لكن لاحظوا الأم أنه ظاهر مقاومة. لقوا شعرها متناثر وعليها ضربات، المفروض مقاومة القاتل. المهم يا شباب، بعد ما القاتل صفى العائلة، تتوقعون أنه غادر المكان؟ غلطان يا عزيزي المشاهد. بعد ما القاتل صفى العائلة المفروض يغادر المكان، لكن اللي صار يختلف. بقى وراء الحادثة لمدة أكثر من يوم، وحسب ما مذكور أنه بقى لمدة 4 أيام بالبيت من خلال تحليلهم للجثث. بقى الدخان مشتغل بالمدخنة، وحتى بقى يرعى الحيوانات. لك شنو انت والبيت؟ بس الجيران بمرور الأيام بقوا يفتقدون العائلة ما موجودة. البيئة الحركة ما سكتت عنه. شنو صار للعائلة؟ بيوم 4 نيسان تحديدا، لما الجيران افتقدوا العائلة وراحوا لهم، الصدمة لقوا كل العائلة مقتولة. هنا هل المدنيين غلطوا؟ لو كان بقتها الطب العدلي ما متطور، التحقيق كان فوضى وبقتها، لأن العالم أول ما دخلت عليهم وعرفوا إنه أكو هيك حادثة قتل، بقوا يحركون بالجثث وما تركوا أي دليل ممكن يساعد الشرطة. وبذاك الوقت يا شباب ما كان الدي ان اي متطور نفس وقتنا الحالي، وما اعتقد كان موجود. بس المحققين قالوا انه اداة القتل كانت موجودة من ضمن المنزل، يعني القاتل ما كان جايبها وياه. بنفس الوقت ماكو آثار اقتحام البيت، يعني فعلا الخطوات اللي شافها اندرياس هي للقاتل نفسه، لأن عاش بالبيت قبل ما يقتل العائلة، لكن ما حسوا بيه. مثل هيش قصة تصير طبيعي انه تطلع اشاعات ونظريات، كل شخص ينطي نظرية من يمه. ابرز النظريات اللي انتشرت بوقتها انه جارهم كان عنده علاقة بنت اندرياس فيكتوريا، لما حسوا بيه قتل العائلة. بس أنا بالنسبة لي أستبعد هذا الشيء. والبعض الآخر قال سجين أو جندي هارب وإجا هذا البيت، لأن كان بوقتها الجو مكهرب بال22، أعتقد كانت الحرب العالمية موجودة. بس ليش يعيش أكثر من يوم عندهم وليش قتلهم؟ بس أرجع وأقول إنه هاي كلها نظريات ما ثبتت بالقانون. عدت السنين على هاي القصة لحد سنة 2007، كانوا أكو طلاب متدربين رجعوا فتحوا ملف هذا القضية وحققوا بيها، وحللوا القاتل شلون اجى وليش قتلهم. ورغم كل هذا اسم القاتل بقى مجهول، وما اكتشفوا وما قدروا يحلون لغز هذه الجريمة. تسألني بوقتنا الحالي هل المزرعة موجودة؟ لا، المزرعة تفلشت لأن مر عليها 100 سنة تقريبا. أكيد راح تصير اكو تغييرات بموقع الجريمة، وأصلا المزرعة ما موجودة حاليا. بس تبقى اللي شافه والدهم هو اللي صار اللغز الأصعب للجريمة. المن كانت تابعة هاي الخطوات، وشنو هاي الأصوات اللي صارت بالبيت، وليش القاتل بقى عايش أيام ويا الجثث. هاي الأمور كلها بقت بلا تفسير. أنا بالنسبة لي تفسير لهاي القضية، تردون تقبلونه أو ما تقبلونه، هي بقت علي قضية صارها 100 سنة، دسموها مني وما لكم علاقة. بداية القصة لما ذكرت لكم العائلة كانت بتهم مطلقة، وأكيد الطلاق ما يجي بدون سبب، لازم كانت أكو فد مشكلة صايرة. هل من المعقول زوج فيكتوريا هو اللي سوى هاي الحادثة؟ ممكن يصير صار تصاعدات بالقضية، مشاكل سابقة، واضطر انه يقتل العائلة بأكملها واختفى للأبد. هاي أكثر النظريات اللي قدرت أتوصل لها. خلينا نشوف نظرياتكم بهذا القصة. اللي هنا وصلنا لنهاية القصة. إذا عجبتك خلينا لايك، ولا تنسى الاشتراك، وألتقي وياكم بفيديو جديد. واكتب لنا نظرياتك بالتعليقات، وسلام.